انا خلاص يا دكتور الوجع اللي في كف ايدي بقى مخليني انا مش قادر انام بالليل. المريض لما بيجي لنا يقول لنا الكلمه دي ده معناه ان الاختناق بتاع العصب وصل لمرحله اللي هي بتحتاج حاجه اسمها تسليك للعصب. طيب يعني ايه اختناق في العصب ده؟ اختناق العصب ده بيحصل عند الريست في المكان ده للناس اللي بتشتغل اشغال يدويه بقى كتير زي الكيبورد والماوس اللي بتشتغل بايديها كتير كده. طيب بيبتدي يحس بشويه تنميل في الثلاث صوابع دول ومع الوقت يتحسن. طيب دي الدرجه الاولى. الدرجه الثانيه ان التنميل في الثلاث صوابع دول ممكن يكون زايد شويه، والدرجة الثالثة بيبقى التنميل مستمر حتى وقت النوم بالليل اللي هو وقت الراحة أصلا. المفروض إن ما يكونش فيه تنميل في الدرجة دي. في الدرجات الأولانية من اختناق العصب ده ممكن نعمل شوية أدوية وكبيرة ممكن نلبسها، ممكن نعمل حقنة في العصب ده بتقلل الاختناق بتاعه شوية. لكن لو وصلنا لمرحلة إن الوجع بقى مستمر وقت النوم بالليل ده بيحتاج حاجة اسمها تسليك عصب. تسليك العصب ده بتبقى فتحة صغيرة هنا في 2 سم عند الريست في المكان ده، بسيطة ما تاخدش 10 دقايق وبنسلك منها العصب، ومفروض الألم بعدها بيتحسن يعني إن شاء الله. لو عندك أي حاجة من الأعراض دي تواصل معانا وما تستناش لحد ما الوجع يصحيك من النوم.